أدعو العدل والإحسان إلى أن يدخلوا إلى المعركة ويجيو نتلاقاو في البرلمان ونتذكروا في القوانين التنظيمية اللي غتنظم الأمازيغية واللي غتنظم واحد العدد ديال الأمور مهمة في البرلمان. غنتذكروا علاش من أمازيغية بغاو، واش الأمازيغية اللي مكتوبة بالحروف بحال الشينوية ولا ديك الأمازيغية اللي مكتوبة تما يا راهي. ها انت سيدي حيد عافاك حيد كل نخ نبنيو لإصلاح الديمقراطي، كل نخ نحافظ غيفز. غنقولها لكم انا اللي ما عرفتش الشلحه، اصبروا شويه. هذيك الكلمه الاخرى ما فهمتهاش السيبه. زعما كلنا سنبني الاصلاح الديمقراطي، كلنا سنحافظ زيد السيبه. كلنا سنحافظ على هويتنا. بقات خاصني كلمه وحده. اما إلا جابوا هذاك الحروف ديال قال لك تيفينا، إلا قراهم السباهه ولا بولوس بجوج بأمازيغي والله تنقدم استقالتي من هذا الحزب. كل نخ قولوا معايا حنا راه كلنا شلوح، المغاربه كلشي شلوح. كل نخ نبنيو لإصلاح ديمقراطي، كل نخ نحافظ غيفس. وهذه هي الشلحة المعقول. أما الأمازيغية الأخرى الله أعلم ما لهاش باغيين، الله أعلم. ولاني عندك يسحب لهم راه الشعب المغربي هذا غتبقى دير به اللعيبات في الاخر هو اللي كيغلبك. اول امتحان غيدوزوه هو هذا، باش من حرف بغاونا نكتبوا الأمازيغية. الا كتبناها بالعربيه معناه انهم باغيين المعقول وباغيين يقراوها المغاربه ويتفاهموا معاها. الا صروا على الكتابه ديالها بلغه اخرى معناهم انهم بنفسهم اعداء ديالها وما بغاوش الأمازيغية، بغاو غير يشوشوا على العربيه.